طبعا زي ما انتوا عارفين الدنيا مولعه دلوقتي ما بين ابرو ومينا. تعالى احكي لكم اللي حصل من البدايه. الممثله بهار شاهين طلعت في برنامج على اليوتيوب وكانت بتتكلم عادي هي والمذيعه، وفجاه اتحول الحوار لكواليس مسلسل اسطنبول الظالمه. قالت لها ان انا وقت عرض مسلسل اسطنبول الظالمه كنت صغيره قوي وعندي 20 سنه، ده اللي خلاني اتعرض للتنمر والعنف من ممثله معينه، بس ما قالتش مين هي الممثله. ان هي في الاول كانت لطيفه قوي معاها، بس بعد ما هي بدات تنجح والناس كلها تحب شخصيتها بدات الغيره تحصل. لما اترشحت وقتها لحفله الفراشه الذهبيه قالت ان الممثله دي قالت لها انت فاكره نفسك مين؟ انت فاكره نفسك هتفوزي بالجائزه؟ بعد ما الناس جمعت الادله والحقائق قالت خلاص مفيش غير مينا هي اكيد الممثله اللي قصدها عليها. المهم راحت مينا طالعه في ستوري وقايله انا بجد حزينه قوي على طريقه الكلام والهجوم دي، وان هي اكيد ملهاش دخل بكل ده. دي كده قامت القيامه على بهار. ليه؟ الناس قالت لها ده انت مش لاقيه شغل، ده انت محدش بيتكلم عنك دلوقتي، فاضطريتي ان انت تفتحي اي موضوع عشان ترجعي تتشهري مره تانية. طلعت في فيديو وهي بتعيط وقالت الحمد لله انا قادره ان انا ادفع ايجار بيتي وقادره ان انا اشتغل. فجرت مفاجاه اكبر، قالت ان مينا في نفس موقع التصوير كان في ممثله معاهم لسه متعافيه من مرض السرطان، ان هي في حوار ما بينهم عايرتها بالموضوع.